أهلا بكم من جديد. الجزائر أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في أحداث شغب شهدتها مدينة بريان بولاية غرداية الواقعة جنوب الجزائر العاصمة خلال 24 ساعة الماضية. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الأحداث بدأت بمناوشات ورشق بالحجارة بين مجموعتين من الشباب تلاها تجمهر مجموعة منهم على مستوى الطريق الرابط بين ولايتي الأنقواط وغرداية قبل أن تقوم مصالح الأمن الموجودة بالمنطقة بتفريق المتجمهرين. وكانت أحداث مشابهة وقعت بنفس المدينة في 16 مايو الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بسبب ما تعتبره مصادر أمنية جزائرية خلافات اقتصادية بين بعض العائلات بالمدينة. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع معنا من لندن عبر الهاتف الكاتب والصحفي الجزائري سليمان بوصوفة. سيد سليمان، أهلا بك. أهلا بك. يعني هذه المناوشات ليست جديدة في ولاية غرداية، هل لك أن توضح لنا ملابسات هذه ونوع هذا الخلاف الحاصل؟ كما ذكرت أخي، هذه هي المرة الثالثة منذ المولد النبوي الشريف التي تندلع فيها أحداث العنف والشغب في هذه المدينة، مدينة بريان، وهذا يرجع أساسا إلى تعامل السلطات مع هذه الأحداث واعتمادها على الحلول الترقيعية لوضع حد لمشكلة معقدة تدخلت فيها السياسة بالدين والعرق. ولكن ما زاد من حدة هذا العنف هو أن الاعتقالات التي تمت إثر الأحداث الأخيرة أنها لم تستهدف المخططين والمدبرين وأغلبية المنفذين أو من يسمون في بريان بالملثمين، بل أججت المزيد من الغضب باعتمادها على العشوائية، حيث اعتقل الكثير من الأبرياء وخصوصا الطلبة الجامعيون. يعني كل واحد عنده مقال على مدينة بريان أو هذه الأحداث الطائفية يعتقل ويقال إنه يثير الفتنة. كذلك هناك إلى حد الساعة نحو 300 عائلة مشردة سواء من الطائفة الإباضية أو المالكية في مخيمات تفتقد إلى أدنى ضروريات الحياة. يعني إلى حد الآن السلطات ترفض التعويض للعائلات التي فقدت بيوتها. اسمح لي، أنت تشير أو تتحدث عن اقتتال أو مناوشات سميتها طائفية. يعني معروف أن تلك المنطقة على الأقل غالبيتها من المذهب الإباضي وهم من قبائل بني مزاب البربرية. هل يعني طبيعة هل لك أن توضح لنا يعني بالضبط ما نوع هذا الخلاف الحاصل؟ هو ما معروف في أوساط سكان منطقة وادي ميزاب وخصوصا في بريان أن هذه الأحداث حركتها وتحركها عصابات النفوذ التي تتحكم في مفاصل الإدارة المحلية. تستمد هذه العصابات سلطتها من التجارة في المخدرات، تهريب الأسلحة، وكلما تغاضت الآن أجهزة الأمن والقضاء عن هذه الفئة كلما تكررت أعمال العنف تحت المسمى الطائفي أو العرقي أو السياسي. هو صراع تحركه مصالح نفوذ كبيرة ولا يستطيع القضاء ولا الشرطة الوصول إليها، لكن تحت مسميات متعددة. وما يحدث الآن في بريان هو صورة مصغرة عن حال الغليان الذي يشهده الشباب الجزائري الذي انتفض في عدة ولايات في الجزائر كذلك تحت مسميات مختلفة، من بينها مناصرة أندية في كرة القدم مثلا. إلا أن أسباب انتفاضة الشارع تبقى واحدة، هي التهميش، البطالة، الفساد الإداري، غياب الجمعيات المنظمة لتحركات المجتمع المدني. هذه كلها أسباب تصب في خانة غليان الشارع. نعم، يعني غليان الشارع ربما يعني يكون أو يأخذ مساحة جغرافية ربما في أماكن أخرى في الجزائر، لكن لماذا هذه المنطقة بالذات سليمان؟ يعني هل هناك ربما أنت تحدثت عنه وهو المذهب الإباضي والمالكي، يعني هل نوع الاقتتال أو الصراع أو الخلاف يأخذ طابعا مذهبيا أيضا؟ نعم، بالنسبة لمنطقة وادي ميزاب هناك تعايش سلمي منذ قرون بين الإباضية وبين المالكية، وحتى أنه مدينة بريان تناصف، يعني هناك مناصفة بين الإباضية والمالكية، والكل ساهم في بناء هذه المدينة وفي أمن وسلام ورخاء هذه المدينة. لكن هناك طبعا فئة من الشباب غير ناضجة تستعمل هذه الأسباب وتستعمل مثلا العرق، الدين، الطائفة لأغراض لإثارة نعرات. لكن هنا على الإدارة المحلية أن توقف هذه الأعمال
بمعالجة المشكلة من جذورها. كيف إطلاق سراح المساجين من الطلبة الجامعيين. يعني هناك أناس مثقفون في السجون لأنهم كانوا يعني يطلون عبر الانترنت على مقالات تتحدث عن أعمال الشغب في بريان. يجب أن يعتقل هؤلاء الذين خططوا، المخططون الذين ينامون في قصورهم في وادي ميزاب. هؤلاء الذي يجب أن يعتقلوا، ويجب أن تعطي السلطة الأهمية للعائلات. كما قلت هناك نحو 300 عائلة مشردة من الطائفتين، من الإباضية والمالكية، تعيش إلى حد الآن في مخيمات. الحزبان الوحيدان اللذان يتحدثان عن هذه المشكلة في وادي ميزاب وفي بريان هما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جبهة القوى الاشتراكية، وهما حزبان معارضان ومنوئان للسلطة. لذلك فإن الإدارة تمارس مع هذين الحزبين السياسة. نحن نريد حلول، لا نريد سياسة من هذه السلطة. تحدثت عن 300 عائلة باختصار يعني سليمان، لماذا هذه العائلات مشردة؟ لماذا لا تعود إلى وادي ميزاب؟ هي موجودة في وادي ميزاب لكن في مخيمات خارج عن مدينة بريان. هذه العوائل اقتحم بيوتها ملثمون في جنح الظلام وحرقها، سواء من الطائفة الإباضية ومن الطائفة المالكية، والآن هم شردوا من ديارهم وينتظرون تعويضات من السلطة، والتعويضات لم تصل. فالإدارة المحلية عرضت مجموعة يعني كميات من الإسمنت لترميم المنازل. يجب أن تكون هناك تعويضات مادية إلى جانب تعويضات معنوية. هناك يعني نساء وأطفال أصيبوا بالصدمة وإلى حد الآن يعيشون تحت الصدمة من هؤلاء الملثمين الذين لم يعتقل أغلبهم إلى حد الآن. يعني تعويضات مادية ومعنوية، ويجب حقن الدماء بين الطائفتين كذلك. بوصوفة، يعني في أقل من دقيقة أيضا الأنباء في الجزائر تحدث على أن شابا يقود دراجة نارية اصطدم بشاحنة عسكرية على متنها 20 جنديا وأصاب أو على الأقل خلف 19 جريحا. عودة العنف أو عدم توقف العنف على الرغم من أن السلطات تتحدث عن بقايا للإرهاب، ولكن ما أسباب هذا في رأيك هذا الاحتقان؟ دائما أقول ليس هناك أي مبرر للأعمال الإرهابية وقتل أفراد في الجيش الجزائري الذي يضم أبناء الأسر الجزائرية، وهو ليس جيش مرتزقة كما في بعض الدول. لكن الانتحار في أوساط الشباب سواء عن طريق العمليات المسلحة أو الهروب في قوارب الموت إلى أوروبا وغيرها من الأعمال الفردية تعكس صورة المأساة التي يعيشها الشباب الجزائري. على السلطات أن تحارب جذور وأسباب الإرهاب بالقضاء على البؤس الاجتماعي، القضاء على التهميش، أن تفتح آفاق جديدة أمام الشباب الجزائري لكي تدخل الجزائر في حالة من السلم والأمان كما يصبو إليها الجزائريون. الكاتب والصحفي الجزائري سليمان بوصوفة كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أشكركم أيضا على حسن المتابعة. أترككم الآن مع آخر فقراتنا وهي الرسوم الكاريكاتورية إن كان في الوقت بقية، والسلام عليكم.